من الاخر كده عشان ما نضيعش وقت، اخويا المبتدئ، ما تخشش الجيم انت وصاحبك وجايبين لي تمارين من على اليوتيوب وتفتكر ان انت هتعمل التمرينه دي هتبقى شبه الراجل ده او هو ده الصح. لا، حاجات كتير قوي من الفيديوهات اللي بيبقى عاملينها ابطال على اليوتيوب بتبقى دعايه، مش بتبقى تمرينته الحقيقيه. انت مالكش دعوه بيه، انت راجل لسه في البدايه. في اساسيات، في اساسيات لازم تلتزم بيها. تتمرن بطريقه صحيحه، تتمرن بطريقه صحيحه. مش مهم الوزن في الاول، اهم حاجه تعرف التكنيك الصح وتتمرن باوزان مناسبه. ما تشيلش اوزان تقيله، ما تشيلش برضه اوزان خفيفه، تتمرن بوزن مناسب. فاهم ازاي؟ تخلص تمرينتك تاكل كويس، تاكل اكل صحي بناء على هدفك. انت اساسا لازم قبل ما تخش تبقى عارف انت عايز ايه. انت داخل الجيم ليه؟ انت داخل عشان تعمل عضلات، ولا داخل عشان تخس، ولا داخل عشان تخش مطوشه، ولا داخل عشان عندك مشكله مثلا في ما بتعرفش بتنهج بتتعب بتاع. اعرف انت عايز ايه الاول، وبعد كده بناء على ده هتعرف تعمل ايه جوه الجيم. فاهم ازاي؟ انا بالنسبه لي ما ينفعش تخش وانت مبتدئ انت وصاحبك تجيبوا لي لا، روح للمدرب. حتى لو انت مش مشترك برايفت مع مدرب، المدرب يوقف في الجيم. احنا عندنا مثلا في مطروح عادي الناس اللي واقفين في الجيم بتساله بيقول لك ويوريك، مش لازم تبقى دافع اشتراك للمدرب. ممكن مثلا في القاهره، في اسكندريه، في اماكن ثانيه لازم تبقى برايفت وكلام من دوت. لو انت عندك حد كده لازم مدرب، لازم ان هو اللي بيقول لك تقعد على الجهاز ازاي، تلعب بيه ازاي، تمسكه ازاي. بعد كده بقت عندك المعلومه، خلاص بقى انت ممكن بقى ايه تشتغل على الجهاز لوحدك، انت عرفته بيشتغل ازاي. لكن ما ينفعش تقعد يعني انا بقف والله العظيم بيصعبوا عليا. يعني بقى في الجيم موجود وده يقول له لا امسك كده، وده يقول له لا امسك كده، وده يقول له ثبت كوعك، ده يقول له ما تثبتش كوعك. يا عم انت يعني ولا ده اصلا يعني خبره وفاهم، ولا ده خبره وفاهم. فاهم انت ازاي يا جماعه؟ دي رياضه، قواعد ودنيا واساليب كتير لازم مدرب، لازم مدرب. ما ينفعش تخش من غير مدرب حتى لو انت مش دافع برايفت. احنا عندنا هنا عادي بتكلم الراجل بيقول لك ويجي معاك ويوريك. ما تتكسفش عادي، ما انت اي حاجه مش فاهم فيها بتسال. مش معنى بتخش الجيم مش عامل نفسك مش بتسال. يعني انا مثلا هتقول لي انت، ما تقول له انت واقف جنبه. انا في ناس مثلا شاب كده في ثانوي لقيته بيتمرن بيلعب بطريقه غلط، تكنيك غلط. فانا جاي بقول له كوتش لا دي بتتمسك كده. فانا بكلمه لقيته بيقول استغفر الله العظيم يا رب. فانت يعني لا، ان انت خلاص وصلت الليفل ان انت من اول يوم دخلت الجيم انت مش عايز حد يكلمك. انت جامد قوي كده. احنا ايه؟ مش لازم نبقى مصريين في كل حاجه، حتى في الجيم جوه، حتى في الجيم نفس لا يا جدعان، الموضوع مش كده. الموضوع التمرين ده علم كبير، وانت ما تصعبش على نفسك. انت لسه في البدايه، لما تبقى لسه في البدايه ما تعمليش زوايا صعبه وتلعب لي باي مثبت ايد وشايل عليها الوزن وتعمل لي بالثانيه. انت مالك بالكلام ده؟ الكلام ده بيعمله واحد متقدم في اللعبه. فانت راجل لسه في البدايه، العب الاساسيات، العب الاساسيات، العب اللي جسمك محتاجه، العب العيوب اللي موجوده عندك في جسمك. اللي تتفرج عليه ده انت ده ليه مثلا 10 سنين بيلعب ولا، والطريقه اللي بيلعب بيها ديت مش على طول هو اللي بيلعب بيها، ده قالع وظابط حاله ومسرح وبيتصور فيديو. فمش هي دي تمرينته. وحتى لو هي دي تمرينته هو في مستوى وانت في مستوى تاني خالص. لما تبقى في المستوى بتاعه يلعب تمرينته. فاهمني؟ انا والله العظيم بكلمك بنصحك، عشان انا بتصعب عليا الشباب دي. احنا في بداياتنا ما لقيناش حد يقول لنا، لكن انت دلوقتي الدنيا كلها سهله. فاهم انت ازاي؟ العب، ما تاخدش حاجه. اسمع مني اقسم بالله، الكرياتين ده ما ينفعش تاخده. مش عشان الكرياتين غلط، انت لسه مبتدئ تاخد كرياتين تعمل بيه. الكرياتين ده ياخده حد عنده عضلات، عنده عضلات. انت ما عندكش لسه، انت فاهم؟ انت لسه في البدايه. ولا كرياتين ولا واي بروتين ولا اي حاجه. اتمرن كويس وكل كويس، اكل صحي ونام كويس. دول مثلث. طبعا اتمرن كويس دي لازم يبقى في مدرب. كل كويس دي لازم يبقى حد فاهم يقول لك تاكل ايه، برضه مدرب. فاهم انت ازاي؟ نام كويس دي بتاعتك انت حسب ظروف حياتك. اسمع مني، انا عايز مصلحتك. فاهم انت ازاي؟ وهقول لكم واحده واحده كده. مبتدئ هتلعب بنش ازاي، وتلعب باي ازاي، وتلعب دي ازاي. بس دي في حاجات كل واحد يا جماعه مختلف عن التاني. دي اللي انا عايز اوصلها. سلام.